مشاهدي الجريئة تاريخي، ويا ريت إخواتي يتواصلوا معايا. أبرز تصريحات سهير رمزي في حبر سري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصدر اسم الفنانة سهير رمزي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أدلت بتصريحات عن حياتها الشخصية، مشوارها الفني، خلال لقائها ببرنامج حبر سري اللي بتقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم على شاشة القاهرة والناس. في الفيديو دوت هقول لكم بعد كلام هي قالته في الفيديو. بتقول في ترندات بتبقى هايفة زي ترند بتاع الكشري التحرير، والترند ده ضايقني جدا. وقالت ان ابويا مصرفش عليا وشفته مرة واحدة وانا عندي 13 سنة. بتقول انها بزعل من نفسي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله. وقالت زواجي من عمر الشريف إشاعة وهو كان فتى أحلامي من صغري. وتابعت وقالت سوزان مبارك منعت مسلسلي في رمضان، والمنتج قال لي عشان انتي محجبة والناس هتقلدك. وقالت ان امي تعبت في يوم ورحت اجيب لها دواء واديتها مادة سامة بدلا منه. وبتقول انه اخر فيلم اتفرجت عليه هو فيلم الكنز واحد، وهو مش هتفرج غير على الافلام القديمة لان بيبقى فيها فن حقيقي. وقالت يا ريت اخواتي بيتواصلوا معايا، ورفضت ميراث ابويا لاني معرفوش. وبتقول اني ما عنديش عقدة من ادوار الامهات، لكن في ناس ما ينفعش اكون مامتها زي اي نجم، مفيش شبه بيني وبينه. وقالت انا ضد حذف مشاهدي الجريئة من يوتيوب لانها تاريخي. ومن المقرر ان تنافس الفنانة سهير رمزي في رمضان 2023 بمسلسل ام البنات، ويشاركها البطولة ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة الصدقي، مدلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منى عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، تأليف احمد صبحي، اخراج عبد العزيز حشاد. بتدور قصة المسلسل حول شخصية ل5 بنات بتعيش على تربيتهم بمستوى اجتماعي ضئيل، وبتناقش حال المراهقين والشباب وتأثير التكنولوجيا عليهم، وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها، وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، وبتحاول بناتها البحث عن دليل عن براءتها. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.